لو عربيتك قديمه فوارد يكون حصل عندك الحوار ده قبل كده، ولو ما حصلش فهي معرضه بشكل كبير انها تحصل. والحاجه دي هي ان شكمان العربيه يتخرم او يحصل فيه شرخ نتيجه عمر افتراضي للعربيه، او ان عربيتك تكون واطيه وعماله تحك في الارض والمطبات اللي بتقابلها. وساعتها لو ده حصل هتلاحظ ان صوت شكمان العربيه بقى عالي، وهتحس بزنه زياده او رجه مع دوسه البنزين، وريحه عادم حوالين العربيه، وشويه استهلاك بنزين زياده عن الطبيعي. والحل ساعتها انك تروح لبتاع شكمان بيفهم. بس في حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. بتاع الشكمان ده لما يجي يلحم لك الخرم او الشرخ اللي في الشكمان هيلحمه ازاي؟ في 3 انواع للحامات. اولهم لحام الكهرباء بتاع الحديد العادي اللي احنا عارفينه. تاني نوع اللحام بالاكسجين او بالبلدي كده يعني لحام اللمبه، والاتنين يعتبروا نفس النتيجه تقريبا. واللحامات دي مش بتستحمل وهتبوظ تاني بسرعه، ده غير انها مش مخصصه للعربيات اساسا. اللحامات الصح اللي تتعمل في العربيه زي لحام المصنع هو لحام الارجون، وده نوع لحام ثالث مختلف وليه مكنه مختلفه. وطبعا ده اقوى انواع اللحامات اللي تتعمل للشكمان، قوي وبيستحمل وعمره الافتراضي طويل جدا، وكمان بينفع مع علب الشكمان الاستانلس. فقبل ما تلحم الشكمان بتاع عربيتك اتاكد انه هيتلحم لحام ارجون، ولو هيتلحم لحام كهرباء او باللمبه بلاش وشوف حد تاني.